وتيجي الساعة 5 أيها السادات والسادة وتلاقوا معانا أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة لدينا في 7 دقايق. بنقول لحضراتكم ما لذ وطاب من الأخبار محليا وإقليميا وعالميا. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد حرص مصر على توسيع التعاون مع اليابان، وده بنتكلم على الاستفاده من تكنولوجيا المعلومات الحديثه وبخاصه في قطاع التعليم. كمان عندنا الملك البريطاني الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بيقول لترامب لولا وجود بريطانيا لكنت تتحدث الفرنسيه الان، وده قصف جبهات. نقول لكم اهلا بكم، نحن معكم في تمام الخامسة و7 دقائق وفيها الاخبار المحليه الاتيه. اولا اجتماع الحكومه النهارده برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد رئيس مجلس الوزراء بيهنئ عمال مصر بمناسبه عيد العمال، وبيقول لولا جهودكم الوفيه في دفع دروس الانتاج في مختلف القطاعات هذه الجهود لابد ان تقدر. ده كلام السيد رئيس مجلس الوزراء النهارده. وكمان عندنا يعني عدد من المشروعات الجديده في السخنه، منها توطين التقنيات المتقدمه في قطاعات الصناعه المكمله للطاقه المتجدده. وكمان عندنا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه دكتور حسن عيسى بيعقد اجتماع تنسيقي بشان الاجتماع المقبل للمجموعه الوزاريه لرياده الاعمال. وعندنا وزير الشباب والرياضه السيد جوهر نبيل بيوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للطفل محمد ربيع. محمد ربيع ده طفل أصيب يعني في حمام سباحة، وده في نادي العاملين ببني سويف، وسيد الوزير طلب أو أمر أو وجه بمتابعة حالته الصحية. كمان عندنا السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد بيبحث مع شركة شاندونج لونج الشركة الصينية، بيتكلم هنا على إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات إطارات السيارات والمركبات الثقيلة. كمان عندنا النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قلنا لحضراتكم في معرض الحديث استقبل النهارده السيد ميتسو اوتشي رئيس جامعه هيروشيما اليابانيه، وده كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم التربيه والتعليم والتعليم الفني، والسيد شينجي كانيكو نائب رئيس الجامعه، والسيد فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهره. واحنا بنتكلم هنا على التطوير والتعاون المصري الياباني في مجال التعليم. امبارح او احنا منذ ساعات كنا على لقطه جميله قوي تناولتها كل وسائل الاعلام للاعب مصري اللي هو عبد الله حسونه. عبد الله حسونه ده لاعب مصري في المصارعه الرومانيه، عنده 16 سنه، وبدا في الصوره او الفيديو المتداول انه مستسلم للبطل التونسي. وعبد الله حسونه عمل حركه اخضاع رائعة في نهائي بطولة افريقيا للمصارعة الرومانية وحصل بها على البطولة. لكن اللقطة دي لما هو كان فارد ايديه ويبدو للناظر انه مستسلم، ترتب بعدها انه عمل حركة الاخضاع، وطبعا نزلت على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، والعالم كله بيشيد بهذه اللقطة المتداولة الشهيرة. عندنا ايها السادة والسادة استثمارات غير مسبوقه لتطوير القطاع الصحي في صعيد مصر. هنتكلم على المرحله الثانيه من التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وبنتكلم على 48 مليار جنيه في المنيا فقط، والمستهدف لدينا فيها 6.5 مليون مواطن. كمان عندنا السيد وزير الاوقاف الدكتور اسامه الازهري بيجتمع بمديري المديريات الحدوديه. وكمان عندنا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري يلتقي سفير فرنسا بالقاهره، وبيتكلم هنا على التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال. طبعا احنا لما بنتكلم على جهود مكافحه الادمان والتعاطي لا يجب ان نغفل الدور اللي بتقوم به او اللي بيقوم به صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. هنا يعني كان في تعاون مع محافظه اسوان، وهو عندهم هناك مركز اسمه مركز العزيمه، ده بيتم بالتعاون مع جامعه اسوان. نجح هذا الصندوق في تخريج 100 متعافي جديد من المواد المخدره، ده في محافظه اسوان. عندنا السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بتشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات، ده بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان. وعندنا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بيبحث مع نظيره السوداني التعاون الاستثماري التجاري بين مصر والسودان. ناخد بقى مع حضراتكم جزء من الأخبار
العالمية. ومن هذه الأخبار العالمية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بيتكلم على قمة مجلس التعاون الخليجي، أن القمة رفضت فرض أي رسوم بأي حال من الأحوال على عبور مضيق هرمز. وعندنا ترامب بيقول حسب كلامه يعني أن إيران لا تجيد إبرام اتفاقات تتجاوز الملف النووي، عليهم أن يكونوا أذكياء، أو ممكن نستبدل كلمة أذكياء، هو عايزهم يكونوا مستسلمين يعني من الاخر يعني، ويكونوا من الناس اللي بيسمعوا الكلام. عندنا قطر والعراق بيستعرضان سبل دعم التعاون المشترك. وهنا كان اللقاء بين رئيسي وزراء البلدين ما بين قطر والعراق. واشنطن ايضا بتقود حلف اقليمي لدعم بينما ده في مواجهه الصين. برضو لسه يعني ايران برضو بتلعب في كل كذا حته في سوري، امريكا بتلعب في كذا مكان في العالم. هناك ضغوط هائله على ترامب لانهاء الحرب مع ايران، والكلام ده بيقولوا ان احنا ممكن نعلن حسب كلامهم اعلان النصر من جانب واحد. ده من الحاجات اللي بتتردد. يعني تم تفجير اكبر نفق في جنوب لبنان، نفق القنطره او القنيطره. حطوا عليه كام او رموا عليه كام؟ 570 طن متفجرات. شفت الاجرام الاسرائيلي؟ عندنا مندوب مصر في مجلس الامن بيقول ندعو يعني كل دول العالم للنفاذ او المساعده في النفاذ الكامل للمساعدات الى قطاع غزه، وده طبعا بيخفت الحديث عن قطاع غزه في هذه الاونه. عندنا استقالة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، واستقالتها تمت بناء على خلافات بينها وبين أبو حنان. ترامب امبارح كان بيلتقي ملك بريطانيا. متخيلين تشارلز الثالث ملك بريطانيا؟ الراجل دوت فوجئنا ان ابو حنان بيقول له والدتي امه قالت لي بوضوح انظر الى تشارلز انه لطيف جدا. ام حنان ام ابو حنان والدة ترامبولا كانت بتعاكس ملك بريطانيا وهو في عز الشباب، وده الكلام اللي قاله ترامب امبارح. لكن قصف الجبهات بين ترامب وتشارلز في الاتي. ترامب بيقول لولا الحرب التي انتصرنا فيها لولاها لكنتم جميعا تتحدثون الألمانية، يعني في حالة انتصار هتلر، أو اليابانية. وده بيتكلم على اللعبة اللي كانت ما بين الحلفاء، وبيتكلم على الحرب العالمية الثانية. رد عليه تشارلز قصف جبهه، قال له ايه؟ اسمحوا لي ان انت قلت كذا كذا كذا، اسمحوا لي سياده الرئيس ان اقول لكم انه لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسيه. هكذا قال تشارلز ردا على ترامب. ايها الساده والساده، دوما يعني التقيكم، واعتذر على وجود هذه الذبابه. حاولت جاهدا ان هي يعني تخرج من اللوكيشن، لكن يبدو ان اصرارها ان هي تظهر معايا في الكادر ده من الحاجات السيئه جدا جدا. عاد الصيف وعاد الذباب وعادت اشياء اخرى. أيها السادة والسادة، ألتقيكم في الغد، و7 دقائق. دمتم بخير وإلى اللقاء.